يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. بصوا بقى النهارده هنعمل اكله اللهم بارك. بصوا بقى الراعي الرسمي، هنخش المطبخ دلوقتي وهنعمل ابداع. يلا بينا يا حبيبتي، اختك تعالي معايا واخبطي اللايك وانت جايه كده. يلا يا حبايب قلبي، نسمي بالله ونصلي على الرسول. النهارده بقى هنعمل قطعيه اللحمه دي على طريقه امي الله يرحمها. كانت بتعمل شويه شوربه، اللهم بارك اللهم بارك. يلا بقى يا حبيبتي نشوف هنعمل ايه. دخلت بقى جوه على المطبخ، حطيت شويه ميه علشان يغلوا، وجبت قطعيه اللحمه دي، رحت مقطعاها حتت، ولا كبيره ولا صغيره. الميه غلت معايا، رحت نازله بقطع اللحمه في قلب الميه. هتعملي ايه يا شهرزاد؟ هنعمل النهارده احلى طبق شوربه بحته اللحمه دي. المهم ايه، هنجيب التوابل بتاعتنا بقى. يعني ربع معلقه حبهان، وشويه كمون، وشويه فلفل اسود، ورقتين لورا، وحطيت عود قرفة بس من ورا الكاميرا. تمام. وجبت كمان الخضار بتاعي، حباية قوطة وجزراية وبصلتين كده محترمين محترمة، قطعتهم كل بصلاية 4/4. ركزي معايا يا حبيبة اختك. ركنا اللحمة على جنب، وجبنا حلة تانية حطينا فيها اللهم بارك معلقة سمنة بلدي كده زي ما قال الكتاب، وجبنا كمان حوالي شوية زيت كمان على حتة السمنة، وجبنا البصلايه بتاعتنا خرطناها. عايزاكم بقى يا حبايب قلبي تصلوا ايه على النبي. وانا اختكم داليا، تخشوا تعملوا لي الكومنت وتعملوا لي اللايك الجميل منكم اللي بيرفع القناه يا اخواتي. والله بجد اللايك ده اللي بيرفع القناه، بيرفع الفيديو، يعني على الاقل اللايك ده بتقدروني بيه يعني. المهم ايه، قطعنا البصله وحطيناها في قلب السمنه واحمرت، ونزلنا عليها بايه، بشفشق القوطه. يا سلام يا سلام يا شهرزاد. شوفوا بقى، بصوا الريحه والروايح، مش قادره اقول لكم. جبت التوابل بقى، فلفل اسود وكاري وبهارات، 7 بهارات وفلفل اسود وبابريكا، وظبطت الملح بتاع الصلصه وايه، وخلاص كده يا حلوين. المهم هنرجع بقى لموضوعنا. ايه، لا استنوا ونكمل معاكم الاول الفيديو. حطينا ايه، طبعا الصلصه اتسبكت، كنا احنا عاملين بقى شويه بسله كده يا حلوين. يا سلام يا سلام، سيدي يا سيدي، مش قادره اقول لكم كان طعمهم عامل ازاي. جبت بقى البسله بعد ما الصلصه اتسبكت، رحت نازله عليها ايه، بالبسله. كنت جايبه كيلو بسله وربع جزر مقطعه عليها، وهحط دلوقتي بقى مكون عليها هيخليها تروح في حته تانية خالص. بس كملي الفيديو معايا وشوف انا هعمل ايه. طبعا كده البسله بقت نص سوا، رحت نازله عليها بعد ما حطيت عليها كوبايه ميه، نزلت عليها بالشوربه، ورحت جايه نقلها على الناحيه التانية. عشان هنعمل ايه، هنعمل هنا شويه رز عشان يبقى كده ايه، الاكل هيبقى ظابط كله مع بعضه. وجبت كيس شعريه كده، رحت حاطاه كله، ونزلت ايه، حمرته عشان هنعمل شويه رز. انا بحب الشعريه يا جماعه كتير في الرز. بصوا يعني يعتبر الشعريه قد الرز. تمام. قلبي يا شهرزاد قلبي، لازم تشوحي الرز كويس علشان ايه، يبقى مفلفل كده وما يبقاش معجن يا حبيبتي. المهم حطيت الميه بتاعته. يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، بالله عليكم تحطوا اللايك وتعملوا سبسكرايب للقناه. بصوا يعني اللايك بتاعكم ده اللي بيرفع لي الفيديو. بصوا بقى انا اهو قطعت بطاطستين ايه، ركزوا معايا رفيع كده يعني، قطع صغيره، ورحت حطاها على قلب البسله. تصدقوا إيه يا بنات، شويه البطاطستين دول اللي قطعتهم بيخلوا طعم الاكل مسكر جدا. طعم البسله مع الجزر مع البطاطس مش قادره اقول لكم. وكمان بتضعفي الكميه، يعني بدل ما يبقوا شويه صغيرين، لا بتكتري كمان بايه، بتضعفي الكميه مع في الطبيخ يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا كده انا حطيت اللحمه بتاعتي كانت استوت، رحت حطاها في قلب ايه، في قلب حله البسله والجزر والبطاطس عشان تاخد كده ايه، التست بتاع الصلصه كده. وغرفت الاكل بقى، ومش قادره اقول لكم على الريحه يا اخواتي، كانت قلبة الشقه. وبتعملي ايه، قلت لهم بعمل ايه، بعمل انجاز حبايب قلبي بحبكم في الله، ربنا يخليكم ليا. بصوا شكل الاكل كان روعه وتحفه، واللهم بارك الف هنا وشفا للي كان. بوريكم بقى اللحمه مستويه والخضار كله بتاعي اللي هو الجزر والبطاطس والبسله. طبعا انا حطيت
البطاطس بعد شويه عشان ما بتاخدش سوا زي ايه، زي البسله. وده المخلل اللي هو اللفت اللي كنت مخللاه معاكم، فاكرينه؟ بصوا اللهم بارك عليه، جميل. يلا يا حبايب قلبي، وان عجبكم الفيديو حطوا لي اللايك والسبسكرايب. يلا واشوفكم على خير ومع الف الف سلامه.